السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناة حلويات وأطباق بسمة، ومرحبا بالمتتبعات جدد. اليوم راح نديرو وصفة المايز ولا الفشار. هذه الوصفة لأغلبية الناس ما تنجح لهمش. كاين اللي تقولك المايز تاعي ما يجيش مقرمش، كاين اللي يقولك المايز تاعي تحرق. راح نوري لكم أسرار هذه الوصفة بالتفصيل. نروحو للوصفة تاعنا. نحتاجو 3 ملاعق تاع المايز. نحتاجو ملون كولورون. انا درت هنايا الاخضر، شريت هذاك تاع الميزان، تقدروا تستعملوا هذاك تاع الساشيات واللون اللي حبيتو. نحتاجو 2 ملاعق تاع السكر، ونحتاجو 3 ملاعق تاع الزيت. هذه الوصفة راني في شحال معتمدتها. يعني كي نحب ندير المايز نعتمد غير هذه الوصفة. وكاين بزاف وصفات شفتهم. كاين الوصفة هذيك اللي يديروا فيها الماء، انا ما ننصحكمش بها الخاطرش ديجا جربتها. وشنو جاني هذاك المايز تاعي جاني ماشي مقرمش كامل. كي ديروا الزيت وحده راح يجيكم مقرمش. هنا البنات نروحو للوصفة تاعنا. نحكمو هذاك السكر، نضيف له الكولورو. هذاك الكولورو لازم ندخله مليح مليح في هذاك السكر بهذا الشكل. ونحكم القدر تاعي هو اساس نجاح الفشار تاعكم. لازم تحكموا قدرها تكون خشينه، غليظه كما نقولوا، ما تكونش خفيفه، لاخاطش اذا كانت خفيفه راح تتحرق لكم وراح يتحرق لكم هذاك المايز. بعد ما خلط هذاك السكر مع هذاك الكولورون نديرو في القدر. ونزيد نضيف عليه 3 ملاعق تاع الزيت. ونزيد نضيف عليه 3 ملاعق تاع الفشار. هنا نحركهم تخي بيان قبل ما نحطهم فوق النار. هنا البنات المايز تاعي شعلتلو النار. لازم تكون النار تاعكم متوسطة مع التحريك المستمر. لازم تحركوا غير يبدا يترتق المايز تاعكم، تغلقوا القدرة ومرة على مرة وتزيدوا شوية للنار. ومرة على مرة تحركوا، ما تخلوش يعني المايز تاعكم هكاك فوق النار بلا ما تحركوه، لاخاطش كون ما تحركوش القدر تاعكم وهو مغلوق راح يتحرق لكم كامل المايز. هنا البنات هاو بدا يترتق المايز تاعي، غير يبدا يترتق نغلق على القدر ونبدا نحرك. هنا بعد ما وجد لي المايز، انا درت زوج الوان، درت الاخضر ودرت الاحمر. الاحمر هذاك درته بكولورو سائل نفس الطريقه. في بلاصه ما ندير كولورو تاع الغبره ندير الكولورو السائل. وشنو ما تضيفوني ماني والو اكيد راح ينجح لكم. ودرت هذا الاخضر معاكم. وهنا الشكل النهائي تاع المايز. خلطت المايز تاعي الاخضر والاحمر، خلطهم هكا بهذا الشكل كما راكم تشوفوا. تحبوا ديروا الوان واحده اخرى تقدروا ديروا. ان شاء الله البنات هذه الوصفه تكون عجبتكم. دعموني بجيم اشتراك في القناه وتعليقكم الجميل، ومرحبا بكم في قناتي الجميله.